كان لاعب السيرك ماسك المنشار بتاعه وبدأ يقطع مساعدته نصين. من كام ثانية بس كانت دخلت الصندوق الخشبي ولوحت للجمهور وهي مستعدة تعمل الخدعة اللي المفروض تبقى تمثيل. لكن الراجل كان على وشه ابتسامة مخيفة، ولما بدأ يقطع دراعه كان بيتهز كأن فيه مقاومة فعلا. أول ما المنشار دخل الصندوق البنت بدأت تصرخ، وأنا قاعد مكاني وحاسس بقبضة في معدتي، أكيد دي مجرد خدعة، صح؟ الجمهور كان بيضحك وبيسقف، والست اللي قاعدة جنبي همست وقالت واو دي ممثلة شاطرة قوي. بس البنت كانت بتصرخ صريخ مرعب وطالع من أعماقها. ايديا بدأت تترعش لأن الصوت تقريبا ما كانش بشري، ولما المنشار وصل لنص الصندوق لاحظت عضلات الراجل وهي مشدودة تحت القميص كأنه فعلا بيقطع حاجة صلبة. ما قدرتش اقرا تعبيرات وشه بسبب القناع اللي لابسه، لكن كان في حاجة في عينيه خلت أشعريرة تسري في جسمي. الصراخ المرعب بدأ يضعف لحد ما سكت خالص، ورأس البنت وقعت على جنب ولسانها اتدلى من بقها، والجمهور رجع يسقف تاني. كنت مرعوب وحاسس إني لازم أقول حاجة، لكن فجأة الستارة اتقفلت والأمن بدأ يخرج الناس كلها بسرعة من غير أي تفسير. تاني يوم الصبح وانا بقرا الجورنال شفت خبر خلاني اوقع طبق الكورن فليكس من ايدي. الراجل اللي عمل فقرة المنشار ما كانش الساحر الحقيقي اصلا، ده كان حبيب المساعدة السابق. تسلل قبل العرض وربط الساحر الحقيقي ولبس بدلته وبعدين قتلها قدام الجمهور كله. كان فعلا نشرها نصين على المسرح، بينما كل الناس كانت بتشجع وبتسقف له وهي فاكرة ان اللي بيحصل مجرد خدعة.